علاج مدى الحياة لمرض السكري النوع الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، هنالك قصص شفاء عن مرض السكري النوع الثاني كثيرة، وهذا الشيء طبعا وارد، لكن أن يكون هنالك قصص أشخاص تم شفائها من مرض السكر النوع الأول، فهذا ما يعتقده الأشخاص أمرا نادرا بل مستحيل. فمن المعروف أن مرض السكر النوع الأول الذي في الغالب يأتي لأسباب بيئية أو جينية أو مرضية هو غير معروف لدى الأطباء حتى الآن، ويحدث بعد تدمير جهاز المناعة لخلايا البنكرياس المسؤولة عن إفراز الإنسولين، مما يعني نقص نسبة الإنسولين وزيادة الجلوكوز بالدم الذي سوف يؤدي إلى إصابتك بالسكري مدى الحياة. لكن اليوم سأحكي لكم وبسرعة قصة شفاء من مرض السكري نوع الأول التي تثبت أنه لا يوجد مستحيل. لكن قبل أن نبدأ بالقصة أرجو أن تشتركوا بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهدة كل جديد، وإذا كنت تحب هذه المواضيع وتهمك أعطي الفيديو لايك لأعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع. حسنا، القصة تحكي عن شاب اسمه دانيال كريس، وهو جندي في جيش إنجلترا يبلغ 30 عام. بعدما غادر كريس الجيش بفترة وجيزة ظهرت عليه أعراض مرض السكري الذي منها ضعف الرؤية والإرهاق حتى انهار في العمل. قال كريس أن قياس السكر أظهر أن جسده لا ينتج البيبتايدز، وهو هرمون ثانوي ضروري لإنتاج الإنسولين، مما قاد الأطباء إلى تشخيصه بداء السكر النوع الأول. ويعرف الجميع عواقب هذا التشخيص، حيث أن الشخص سوف يعيش ما بقي من عمره وهو يحصل على جرعات الإنسولين، إذ لا يوجد شخص عالج نفسه من السكري نوع الأول من قبل. لكن يقول دانيال شيء ما تغير حين بدأت بعمل تمارين مكثفة، وسوف أخبركم بهذا الفيديو عن هذه التمارين وبالتفصيل لو رغبتم بعملها أو تجربتها. وبعد أن عمل التمارين هذه انهار عنده معدل السكر في الدم، خاصة في الليل وبشكل غير طبيعي، وحتى أنه كان يعاني حوالي 3 إلى 4 أسابيع من هذا الأمر الخطير، حيث هبوط السكر يؤدي لأعراض التعب والهبوط التي قد تسبب الموت نتيجة موت خلايا الدماغ. لذا ذهب حينها إلى المستشفى، وقال له الأطباء أنه يعاني من نقص سكر الدم وأن عليه عدم استعمال الإنسولين. فأخبر الأطباء دانيال أنه حقن الإنسولين لأنه مريض سكري، فقالوا له أنه هذا هو السبب لانخفاض حاد في سكر الدم، وتم تشخيصه حينها بعد عمل هذه الاختبارات بأنه ليس مصاب بالسكري، يعني عالج نفسه من السكري، واستخدامه للإنسولين كان سبب معاناته، لأنه إذا أنت غير مريض سكر ممنوع استخدام الإنسولين. أول شيء أود أن أخبركم أننا فعلا ننصح ببرنامج ماس اكس ال لتكبير الكتلة العضلية، لأنه أثبت بعدة دراسات عن أهمية زيادة الكتلة العضلية في الجسم. وإليكم أرقام الشركة أو موقع الشركة إذا رغبتم بالحصول على هذا البرنامج الإلكتروني اللي فيه يشرح لكم كيف تتمرنون وكيف تحصلون على كتلة عضلية بأسرع وأسهل الطرق. إن الكتلة العضلية سوف تجعلك فعلا تشفى من العديد من الأمراض الخطيرة، ومن أهمها أولا علاج مرض السكري نوع أول أو ثاني، 2 علاج مرض ضغط الدم، 3 علاج أمراض الدهون والأوردة، 4 علاج السمنة المفرطة، 5 تحسين الهرمونات الذكورية، 6 تحفيز الجهاز الذكوري وتحسين حياتك الجنسية بخصوص كل من تقوية الانتصاب وإكثار المنى، كما أنه يوجد تمارين خاصة لتكبير القضيب وتؤخر القذف والتي ننصح بها وتكلمنا عنها بالمواضيع السابقة. وغير هذا سوف تبدو أجمل وأكثر جاذبية، وستشعر بثقة وسعادة كبيرة. والمشكلة
أن شركات الأدوية التي ترغب بتسويق الإنسولين وأدوية السكر الغالية لا تريدك أن تعرف كل هذه الأسرار. لذا أنصحك بعمل التالي. أول شيء أنصحكم بأن تتمرنوا ببرنامج تدريبي يهدف لتكبير الكتلة العضلية، ومن أهم هذه البرامج أنصحكم فعلا ببرنامج ماس اكس ال، وهو برنامج احترافي يساعدك في تحقيق هدفك بأسهل وأسرع طريقة. هذا هو السر في علاج جميع الأمراض، تكبير الكتلة العضلية. وطبعا يجب أن يكون بطريقة طبيعية 100% وصحية، ولن تصدق النتائج التي سوف تحققها. قد تعتقد أنك لست رياضي أو أنك سوف تحتاج وقت طويل أو أدوات ثمينة، لكن الموضوع جدا سهل. نعم صحيح، الأسبوع الأول للتمارين قد يكون مختلف عن عاداتك وبرنامجك العادي، وقد يجعل عضلاتك كلها تؤلمك، لكن بعد ذلك سوف تستمتع بضخ الدم للعضلات، وستشعر بحيوية أكثر، وسوف ترى عضلاتك بدأت بالتغيير، وسوف تدمن هذه التغييرات والتحسينات الطفيفة التي سوف تطرأ على شكلك وعضلاتك وصحتك وجهازك المناعي، وسوف تستمتع بكل يوم جديد حتى تصير هذه الحياة الجديدة جزء من حياتك وجزء من عاداتك، وستعملها بشكل تلقائي. صدقني، لن يكون الأمر بتلك الصعوبة. لا تفكر في الموضوع. مبدئيا إذا كنت ترغب أن تبدأ بهذه التمارين، فأنصحك بأن تقوم بأهم تمرين الذي سوف يغطي كل عضلات جسمك، وسوف يكون تمرين رائع، وهو مكون من 3 أجزاء تعملها وبشكل دائري وتعيدها حتى تتعب. اعمل كالتالي. أول شيء اعمل عقلة 5 عدات، بعدها مباشرة اعمل سكوات 5 عدات، وبعدها مباشرة انزل الأرض واعمل تمرين الضغط 5 عدات. ارتاح 15 ثانية وعيد التمرين وعيده 5 مرات. هذا من أفضل التمارين التي أثبتت فعاليتها لعلاج مرض السكري وتقوية الذكورة وكل الأمراض التي ذكرتها سابقا. ثانيا، أنصحك باستخدام المكملات الطبيعية التي تحسن من نسبة سكر الدم وتحفز الهرمونات الذكورية التي سوف تحسن هرمونات وتحفز بناء الكتلة العضلية، كما أنها مقوية للانتصاب ومكبرة للقضيب ومخصصة لمرضى السكري ولعلاج مرض السكري. وأنصحكم بأفضل مكمل طبيعي لمرضى السكري، دايابريم، وهو يعتبر أفضل علاج لتحفيز الهرمونات الذكورية التي تحسن من هرموناتك الذكورية وتحفز بناء الكتلة العضلية، كما أنها مقوية للانتصاب، مكبرة للقضيب، ومخصصة لمرضى السكري. كما أنصحكم بالابتعاد عن الخبز والسكر، وهذا يعتبر أخطر غذاء على صحة البشر، وخاصة على مرضى السمنة ومرضى السكري. لحد هنا أتمنى مشاركة الفيديو على أوسع نطاق حتى تنشر الفائدة وغيرك يستفيد. ولو أنت أول مرة معانا أتمنى منك المشاركة بالقناة، وما تنساش تفعيل زر الجرس وضغط زر اللايك. أي استفسار راسلوني عبر الواتساب أو الإيميل، وادخلوا موقع علاج لتحسين وعلاج حياتك الزوجية. هذا هو بخصوص موضوع اليوم. دمتم سالمين وواثقين من أنفسكم. هلا بداية أنا بدي أشكر الدكتور يوسف حبيب القلب ومركز علاج إكسترا مكونا. أريد أن أشكر بالبداية الدكتور يوسف ومركز العلاج. أنا بدي أتشكر الدكتور يوسف وبتشكر مركز علاج اللي قلبوا لي حياتي وغيروا لي إياها للأفضل. بادئ ذي بدء أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العميق للدكتور يوسف ولمركز علاج على هذا الاختراع الرائع. نشكر مركز علاج للرجولة، وكمان نشكر الدكتور يوسف الذي هو الأساس والمسبب في هذا الشيء. ودي أشكر مركز علاج خاصة الدكتور يوسف
وأشجع الجميع على استخدام هذا العلاج، الجميع، والله لقد تغيرت حياتي كلها. أود أن أشكر أولا مركز علاج وخاصة الدكتور يوسف. البداية أشكر الدكتور يوسف ومركز العلاج. أحب أن أشكر الدكتور يوسف ومركز العلاج. يعني بدون مبالغة يعني ما في أجمل من هيدا المنتج بحياتي، ما مر علي. كتير تعذبت وكتير تخسرت وكتير دفعت.